كنت تعرف قبل كده ان انت مش بس في الأقصر وأسوان تقدر تشوف المعابد والمقابر الفرعونية، وان انت ممكن تشوفهم في منطقة قريبة منك؟ النهاردة في حدثتنا هنتكلم عن منطقة قريبة مننا جدا نقدر نشوف فيها منطقة آثار تل بسطة. طب هو يعني ايه اصلا تل بسطة؟ تل بسطة ده يا سيدي اسمه مشتق من الكلمة الهيروغليفية اللي هي المصرية القديمة بير باستت، دي نسبة للإلهة باستت إلهة المرح والسعادة، وده معناه بيت باستت، ودي الإلهة زي ما قلنا ان هي إلهة المرح والسعادة وارتبطت بخصوبة المرأة ولعبت دور أساسي في الحماية. كانت أحيانا بتتشكل على هيئة الإلهة حتحور، ساعة الغضب بتبقى الإلهة سخمت، وساعة الفرح بتبقى الإلهة باستت على حسب المود. يعني كانت موقعها شرق الدلتا بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وده خلاها مركز مهم جدا للتجارة ومرور القوافل من وإلى سينا وما وراءها. وطبعا أبرز القوافل اللي كانت بتمر عليها كانت زيارة العائلة المقدسة لتل بسطة أثناء رحلتهم من مصر. طبعا المنطقة دي تضم عندنا معبدين من الدولة القديمة، ومعبد الإلهة باستت استمرت طبعا الدولة الوسطى والدولة الحديثة في عهد رمسيس الثاني، وحصلت إضافات كتير زي عهد أسر كون الأول والثاني الأسرة 22 وعهد الملك نختنب إف في الأسرة 30. البقايا بقى اللي موجودة لحد دلوقتي هي بقايا معبد للمعبود ماي حسي، ومكسورة للملك إمنحتب الثالث، وجبانة الدولة الوسطى والدولة الحديثة للأفراد. وعندنا جبانة للقطط، وفي جبانة عبارة عن سراديب المحفورة في باطن الأرض، دي كانت مخصصة لدفن القطة المقدسة. وعندنا كمان موجود الثالوث بتاع تل بسطة المشهور، ده عبارة عن أتوم وباستت وماي حسي. تل بسطة مكان للعديد من المعالم الأثرية، منها معبد باستت زي ما قلنا، وتمثال الملكة ميرت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني، وده من أكبر التماثيل اللي موجودة عندنا برضو لسيدة. واللي انتوا شايفينه ده عمود الظهر اللي هو بطاقة التعريف لأي تمثال. وكمان المعبدين اللي لسه قايلين عليهم معبد من الأسرة الستة عصر الدولة القديمة لبيبي الأول، وقصر ابن محات الثالث، وموجود كمان بئر من العصر الروماني. طبعا دي مقابر كانت موجودة هناك تم فتحها أو اكتشافها، وضعت كل المحتويات اللي كانت موجودة في متحف تل بسطة، وده حجر من ضمن الأحجار اللي كانت موجودة هناك. وعندنا كمان من ضمن الأدوات اللي كانت موجودة أواني فخارية وحجرية ومن الشست ومن الألباستر، وعندنا تماثيل عديدة للمعبودة باستت واخدة كذا شكل مش شكل واحد، متعددة من كذا نوع ومن كذا مادة، ودي من ضمن الأسلحة اللي كانوا بيستخدموها اللي موجودة هناك. وطبعا أدوات للزينة كتير قوي بأشكالها وألوانها ومن مواد كتير. وطبعا التماثيل الصغيرة من البرونز ومن الرخام من الجرانيت، مواد كتير زي ما قلنا من شوية دي طلعت من المقابر اللي كانت موجودة. وأواني فخارية اللي موجودة قدامكم دي اللي كان بتحط فيها الأحشاء بتاعت المتوفي نفسه، وموائد للقرابين. كل ده هتشوفه في الجولة اللي موجودة قدامكم في المتحف. وكمان عندنا لوحات كتير قوي، حوالي 120 لوحة تعريفية بتعرفنا ايه هي حفاير الشرقية وايه اللي طلع منها وايه هي تل بسطة ومين الملوك اللي كانوا موجودين وقتها. وعندنا اواني فخارية كتير وتوابيت فخارية على شكل صناديق الغطا بتاعها كان مقوس. وعندنا اللوحات اللي بتعبر عن الملوك والآلهة، وكمان العملات اللي كانوا بيستخدموها في التجارة ما بينهم المتبادلة. تقريبا اغلب العملات دي كانت اغريقية. مش بس تل بسطة اللي موجودة في الشرقية اللي فيها معابد، احنا عندنا مناطق كتير قوي في الشرقية وفي غيرها موجود فيها معابد غير الأقصر وأسوان، محتاجين ان احنا نروح ونزورها ونشوفها بنفسنا. كان معكم منى حسني في حدوتتنا.